خلال يوم واحد تم أخذ حق الطفل اليمني صقر وين في بلاد الأمن والأمان والعدل المملكة العربية السعودية، وفي بلاد الإيمان والحكمة سنة كاملة وإحنا نناشد بحق الطفل جنات، والقضاة في اليمن إذن من طين وإذن من عجين للأسف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. فقد رأينا جميعا ما حصل مع الطفل اليتيم اليمني صقر، وكيف أنه قد ظلم وأخذ له حقه، والحمد لله سبحانه وتعالى. ولكن ما يؤلم القلب بأن الفتاة اليمنية جنات من جنس واحد، كلهما يمانيان، ولكن كان صقر في دولة التوحيد وكانت جنات هناك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بحقها عاجلا غير آجل. أقول والله إن دمعة بديار السعودي تسوى دموع الكون من كل ديرة، تيك توك والسوشيال على ذا شهودي، شفنا ترند الصقر دمعة صريرة، لما بكى ذا الصقر رعدة رعودي، الحق جاه صاه من دون حيرة، القبض قالوا تم وجت كالجهودي، والمجرم يحاسب بذيك الجريرة، والصقر عوض صقر ما هو بشرودي، والخير جاه دنياه صارت مطيرة. الحمد يا رحمن رب الوجود، سخرت جندك لليتيم بمصيره، أغناه ربي دون ميت حدودي، يستاهل اللي جاه خيره بخيره، لكن دمع العين هي ركودي، ما جف يوم جاء في بالي الصغيرة. جنات ليتك في ديار السعودي، يا ليت دمعاتك تسحم بديرة، ديرتها للتوحيد وأهل الصمودي، كان الصحيح يصح لك يا الأميرة، الحق يعلى يطبقون الحدود، والعين بعد الحكم عين قريرة، يلا تجعل حقها هلا صعودي، ما ينصر المظلوم إلا نصيره، خذ حقها من جرمه ابن النجودي، من صاحب الإجرام نفسه حقيرة. جنات ليتك في ديار السعودي، كان الصحيح يصح لك يا الأميرة، كان الصحيح يصح لك يا الأميرة. يا جنات ما حد قابل فالأعراض مش مهدورة، ثاني فصل ما بجادل في تأييد حكم الباطل، يا جنات ما حد قابل فالأعراض مش مهدورة، من أجل الشرف واجبنا نعلن من هنا موقفنا، تنفيذ القصاص مطلبنا، حكم الله في دستوره، والقاضي إذا هو راضي عن هاتك الشرف متغاضي، مال الثمان متقاضي في حكمه تبور بوره، لأن الشعب كله ناهض ضد الحكم هذا رافض، في ديننا متناقض بل المحكمة